ماذا تقولون عن اتهام تيار الزايدي للكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه ادريس اشكر باغتيال منظمه الشبيبه الاتحاديه واقبار الدور الاتحادي في الساحه الاجتماعيه؟ طيب، من عادتنا في الاتحاد الاشتراكي اننا لا نخفي يعني ما يروج في مؤسستنا الحزبيه، لكن اتركني اصحح لك. يعني ليس هناك تيار اولا، يعني نحن نحتكم الى المؤتمر التاسع. تيار السيد الزايدي؟ لا، المؤتمر لم يقر بالتيارات، لم يقر. المؤتمر التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه لم يقر بالتيارات، وبالتالي فان مفهوم التيار هو مفهوم ممكن ان يعني نطرحه في المؤتمر العاشر، لكن نحن كقياده حزبيه منتخبه من المؤتمر التاسع لا يمكننا ان نقر بالتيار، لكننا في اللجنه الاداريه يمكن ان نحدث لجنا واحدثنا لجنه للتباحث في هذه التيارات، وبالتالي عرضها على المؤتمر التاسع للقرار فيها، لاننا نؤمن بان المؤتمر هو سيد نفسه، وإرادة المؤتمرين والمؤتمرات في المؤتمر التاسع الاتحاديين والاتحاديات في المؤتمر التاسع لا يمكن تزويرها ولا يمكن الالتفاف عليها، بل نحن محترمين ومحترمات إلى قرارات وشرعية هذا المؤتمر، وكل القرارات التي رفعها القيادة هي كفيلة بتطبيقها، وهي الآن تطبقها بطبيعة الحال في السهر والجري ليل نهار ما بين شمال المغرب وجنوبه من أجل تفعيل تنظيماتنا المحلية على مستوى الجهات والأقاليم والفروع. الزايدي لا يعبر إلا على نفسه ولا يعبر إلا على غضبه، ومن حقه أن يغضب. ربما أخونا الزايدي من المناضلين الذين أقلقتهم الشرعية الديمقراطية، ويعني حلمه بكرسي الكاتب الأول قد أزاحه عن البحث عن الجمل اللائقة في التعبير عن ذلك الغضب الداخلي أو تلك الرغبة الجامحة التي جعلته يتصرف بشكل أو بآخر ضد حزبه، لكنه لا يسيء إلا لنفسه ويتحمل مسؤولية كل ما صدر عنه، ونحن سنحتكم في ذلك إلى آلياتنا الداخلية من أجل النظر في كل تصريحاته، سواء التي كانت على مستوى الإعلام السمعي البصري أو كانت على مستوى الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية. على العموم نحن مستعدين ومستعدات للنقاش إلى أبعد حدود فيما يروج في حزبنا، ومتمسكين ومتمسكات بإخواننا وأخواتنا الاتحاديين، وضامنين وضامنات للأقلية القليلة جدا في اتحادنا، تلك التي بطبيعة الحال لا يروق لها أن تكون القيادة الحالية بنفس المناضلين الذين يتبوؤون الآن مراكز القرار الحزبي. على العموم هذه أشياء طبيعية في الاتحاد الاشتراكي. إذا نظرت في تاريخه فإنك ستجد الأكثر من ذلك، ولا أريد هنا أن أشخص الأمور، ولكن هي ثقافة نتعامل بها وسندبرها وسنبحث، سنعمل من جديد على البحث في آليتها من أجل أن يبقى ذلك الاختلاف داخل الاتحاد الاشتراكي اختلافا منتجا لمشهد حزبي قوي، وليس منتجا للتفتت والتشرذم. لهذا نقول بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رغم كل اختلافاته والنقاش الذي يختار الصوت المرتفع ويختار الصوت العام امام غير خفي العلني، هو ذلك
صوت الاتحاد الاشتراكي، لكنه دائما متمسك بوحدته لأنه يشكل شتات الواحد فينا، ولكنه الشتات المتمسكة الباني للديمقراطية الداخلية الصحيحة المحتكمة إلى شرعية المؤتمرات ومحتكمة إلى صاهرين على تدبير تنظيماتنا الداخلية على مستوى المركز وعلى مستوى الجهات والأقاليم. شكرا أخت.